مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل طريقة كيكة سهلة خالص. هتعمليها يعني ب7 معالق دقيق بكل مكوناتها كلهم 7 معالق. جربيها هتعجبك، طبعا عارفينها بس في ناس مش تعرفهاش فانا حبيت اعملها معاكم. بص انا هنا جبت المقادير، نعملها كده خطوة واحدة واحدة معاكم. دول 7 معالق سكر اهو زي ما انتم شايفين، 7 معالق سكر. وهجيب الزيت، انا بعملها بزيت بتطلع خفيفة وهشة كده. 7 معالق زيت بردك اهو زي ما انتم شايفين، يعني انتوا عدوهم بقى 7 معالق. وطريقة الضرب شوية بالمضرب كده الزيت مع السكر، دي معلقة صغيرة محسن جيل، مش اساسي يعني، اختياري. لو انتوا عايزينها يعني تحطوها مش عايزينها مش مشكلة يعني، مش اساسية يعني في الوصفة. هضرب طبعا لحد ما السكر ده يدوب شوية شوية في الزيت، وهحط اللبن. اول ما بحط اللبن السكر بيدوب اكتر. 7 معالق بردك لبن اهو زي ما انتم شايفين، 7 بالظبط اهو. بصوا بقى مجرد ما اضرب السكر مع اللبن هيدوب تماما. ف بصوا بقى واختلطوا بقى زي شبه الكريمة. بصوا هنا خليتها زي الكريمة كده، قعدت اضرب فيها لحد ما الخليط كله بقى شبه الكريمة. هجيب 3 بيض بس وعليهم معلقة صغيرة فانيليا، 3 بس. وهضرب برضك يعني ضربة خفيفة كده لحد ما هيبقى برضك الخليط يتجانس كده وبقى شبه الكريمة. هكون محضرة 7 معالق دقيق، 7 وعليهم معلقة صغيرة بيكنج باودر. شايفين انا ضربت طبعا، هما كمية انتوا شايفينها كمية صغيرة بس بتطلع حلوة يعني، فياريت تجربوها، بتبقى ناعمة وحلوة يعني. شايفين قعدت اضرب فيه لحد ما الخليط ده، طبعا هو خد وقت شوية في الضرب بس انتوا طولوا بالكم شوية يعني. شايفين بقت شبه الكريمة اهي. هجيب طبعا دلوقتي الدقيق بعد ما هضرب تاني برضك وخليه يعلى شوية شوية صغيرة. بعد ما هضرب هشيل المضرب ده خالص، لان مش لما احط الدقيق مش هعمل بالمضرب. شايفين انا بوريهولكوا لما بينزل كده بيبقى شبه الكريمه. طبعا انا كنت نخله الدقيق وزي ما قلت لكم 7 معالق بس، ونخلتهم وحطيت عليهم معلقه صغيره بيكنج باودر. وبعد ما حطيت البيكنج باودر بنخلهم تاني زي ما انتم شايفين عشان البيكنج باودر يختلط مع الدقيق تماما اهو. وهضيفهم طبعا حبة حبة مش كلهم مرة واحدة، برضك يعني هنزلهم بالمصفى. وهقلب الخليط من تحت لفوق زي ما انتم شايفين. انا بفضي الدقيق الاول وهجيب المعلقة من تحت لفوق بالراحة عشان الهواء اللي في الكريمة او في الخليط ده ما يهبطش، يعني نحاول بالراحة لحد ما الدقيق طبعا يختفي. بروح احط الحبة الاخرانيين اهو. جربوها خفيفة وسريعة جدا، مش هتاخد منكم يعني دقايق، بسرعة جدا هتلاقوها خلصتوها. ومقدارها مش كتير، من كل حاجة 7 معالق 7 معالق اهو زي ما شايفين. هجيب حبة اخر حبة كده وهنزلهم بردك. بصوا بقى انا بوريكم ان البيكنج باودر ساعات بيبقى فيه حاجات تكتلات كده لازم ينزل بالمصفى. بصوا وهقلب بردك من تحت لفوق زي ما انتم شايفين لحد ما الدقيق يختفي تماما. وهكون محضرة صينية، طبعا اي صينية اللي انت حباها يعني، صينية عايزاها في صينية عادية مدورة صغيرة ماشي، عايزاها في صينية مستطيلة ماشي، اي صينية عندك. وهدهنها طبعا زيت واحط ورق زبدة، لو ما عندكيش ورق زبدة عادي دهنيها دقيق وزبدة او زيت، هتلاقيها ما بتلزقش ولا حاجة. وهفضيها بصوا سريعا كده، هفضيها في الصينية وهدخلها الفرن. فرن هادية برضك زي ما بتسوي اي كيك. شايفين الخليط طبعا اندمج كله مع بعضه، وكيكة هشة وطرية جدا هتعجبكم بجد. جربوها مش هتاخد معاكم وقت خالص يعني، سهلة جدا يعني ما بتقعدش دقايق. طبعا انا كنت مشغلة الفرن ومهدياه، وهساوي الخليط ده كويس في الصينية اهو. بوزعه كويس اهم حاجة عشان يبقى كله متساوي. بوزعها كويس
اهو لحد ما ايه اسويها كلها الصينية مرة واحدة. انا عاملاها بسمك قليل خالص لان انا هحط عليها مربى كريمة شوكولاتة اللي متوفر اي حاجة عندكم. مش عايزين تحط عليها حاجة خالص مش اساسية يعني عادي، وتعملوها في صينية صغيرة عادي برضك اللي انتوا حابينه، بس انا حبيت يعني اعمل لها شكل يعني. اهو زي ما انتم شايفين، وهدخلها الفرن كده يعتبر خلاص اتساوت وبقت كويسة في الصينية. هدخلها الفرن. طبعا هنا طبعا بعد ما سويتها طلعتها من الفرن، هتعرفيها لما تدوسي عليها من النص، وتجربيها بخلة برضك في النص. لو طلعت لسه ما فيها كيك يبقى لسه نية، لو ما فيهاش تبقى استوت وبتاخد اللون دوا. وقلبتها اهو على صينية بعد ما بردت طبعا تماما. بصوا بقى، انا جبت مربى هحط كده تزيين بقى لاي حاجه اللي عندك حطي عليها، مش عايزه تزينيها خلاص بقى حاجه ترجع لك برضه. حطيت عليها كده مربى، قسمتها اصلا نصين عشان انا عاملاها بسمك قليل خالص. لكن لو في صينيه تانية عاليه هتطلع اعلى من طبعا، هتبقى سمك غير كده. هحط عليها مربى، ومن فوق هروح جايبه مثلا كوبايه لبن وعليها معلقتين كاكاو، ويعني معلقتين شوكولاتة كده، وهسيحها وهشربها عليها من فوق. يعني مش هعملها كريمة، لا ده انا هشربها بيها. بتطلع طرية كده، وما بتشربيها اللبن بالكاكاو بتبقى طعمها حلو يعني. زي ما انتم شايفين اهو. هجيب النص التاني وهحطه عليها، بس بعد ما اساوي كل الحروف بالمربع عشان ايه تبقى كلها فيها، يعني ما تبقاش حتة فاضية ما فيهاش وحتة فيها. بوزع اهو زي ما انتم شايفين، بوزع كل المربى حواليها اهو. جبت النص التاني اللي انا قسمته منها وحطيته عليها. هجيب زي ما قلت لكم كوبايه يعني انا هسويها بس الاول كوبايه لبن وعليها معلقتين كاكاو ومعلقتين شوكولاته، فهي هتشربها كلها يعني. بص اول ما بضيف حتى بتشربها، يعني ده مش كريمه، يعني زي خليط سائل كده بيديها طعم. عايزين تحطوه ماشي، مش عايزين برضك حاجه ترجع لكم. يعني حاجه سهله كده وسريعه بسرعه، حلوه جدا. يا رب كده تعجبكم. انا عملتها بصوا فيديو قليل كده معاكم بسرعه كده وسريع، وحاجه سهله برضك سريعه تجربوها. يا ريت تقولوا لي وتكتبوا لي ان انتوا جربتوها ولا لا وعجبتكم ولا ايه. زي ما انتم شايفين اهو، انا بوزع الخليط السائل حوالين المكان اللي هو مثلا مفهوش او فيه. بروح حتى ملاحظته ان هي بتشربها مجرد ما اضيف الخليط بتشربه، لان ده الخليط ده سائل خالص يعني خفيف خالص، مش جناش ولا كريمة. اه والطريقة اللي تحبوها بقى انا هقطعها بقى برضك تقطيع اللي انتوا تحبوها. شوفوا هتقطعوها ازاي او تخلوها كده براحتكم، بس انا عجبتني كده وطعمها تحفة. يا ريت تجربوها ويا رب كده تعجبكم. وتجربوا وتردوا عليا، واللي مشتركش في القناة يا ريت يشترك. شكرا، باي باي.